يا دي الفضيحة اللي جت لنا على آخر الزمن. نروح فين ونيجي منين ونودي وشنا فين من الناس؟ منك لله يا نوال، إلهي يجيني خبرك. ما هو انت يا ماما اللي خليتيها تسوق فيها وتهرب معاه. يعني لو كنت قلت لاخويا حسين يوم ما شفتهم الاتنين فوق السطح عمالين يتوشوشوا ويتفقوا مع بعض، مش كان قادر يشوف حل. أنا غلطانة يا بنتي، الخفت لحسن أخوها يطلع في شر ويبهدل. يا ريتني قلت له كان كسر رقبتنا، لكن بس كنت هودي أخوك في شربة مية. يعني عاجبك حالته دلوقتي أو هيموت روحه من الزعل كده يا مقصوفة الرقبة يا نوال، كده تخطفي جوز أختك كده. هو اللي سافر، مش هو اللي طلقني وبعت لي ورقة الطلاق عشان يتجوزها. وهي اللي ربنا ينتقم منها تقبل ليه؟ وهربت معاه ليه؟ عشان تفضحنا وتخلينا نحط وشنا في التراب. أنا اللي غلطانة، أنا اللي صهينت ودريت عليه، ما كنتش عارفة إنها هتوصل لكده. خلاص يا ماما، أمر ربنا كده، هتهري وتنجدي على إيه؟ اسكتي بقى يا نبيلة، حسين جه، كفاية اللي هو فيه. تعالى يا حسين، تعالى يا ابني. ما عرفتوش اخبار جديده؟ ولا عرفنا ولا عاوزين نعرف يا ابني. نفسي اعرف هم فين. انت ما عرفتيش يا نبيله؟ مش كنت بتقولي فوزيه صاحبتها عارفه؟ ابدا، طلعت ما تعرفش. واحنا هندور عليهم ليه؟ احنا متبرين منها اليوم الدين، وهو ملناش عنده حاجه ولا عاوزين نشوف وشه. والعار اللي احنا عايشين فيه. عار ايه يا ابني؟ اهي كل عيله فيها العدل والمايل والكويس والوحش، خلينا احنا في حالنا يا ابني. انا على كل حال مش هقعد هنا، خلاص شفت شغله ببلد بعيده عن هنا وهسافر. ما اقدرش اعيش هنا تاني، ما اقدرش. يا كبدي يا ابني، منك لله يا اللي ما تتسمي. على كل حال انا معاك يا حسين، ما سيبكش يا ابني تسافر لوحدك ابدا. خلاص تيجي معايا، انا كمان عاوزك معايا. وانا يا ماما. تقعدي يا بنتي تاخدي بالك من اخواتك الصغيرين، وتاخدي بالك من البيت، وتبقي تاخدي الايجار من السكان وتصرفوا منه، وخالتك هتبقى تشقر عليكي اهي فاضيه. طيب يا ماما. رايح فين يا حسين؟ هجهز نفسي للسفر يا ماما. انت هتسافر على طول كده؟ اقوم انا كمان اجهز نفسي، بس مش تقولي هنروح فين وهنعمل ايه يا ابني. بعدين هقولك على كل حاجه. عن اذنك دلوقتي يا ماما. منك لله يا اللي كنت السبب. منه لله هو، لانه حطم حياتي وهيحطم حياتها كمان. هي كمان مسؤولة، انا قلبي غضب عليها ومش ممكن هتشوف يوم كويس. عباس. ايوه يا نوال. ها، ايه رأيك في الفستان ده؟ مدهش جدا. وتسريحة شعري برضه مدهشه. طيب قولي بقى يا زوجتي العزيزة، يا فتاة احلامي، يا املي. ليه بس؟ ايه الحكايه؟ بس قول. يا زوجتي العزيزه، يا فتاة احلامي، يا املي. يا